وانت ماشي في الشارع بتلاقي عربيات كتير وعليها نمر غريبة، حروف وارقام والكلام ده كله. يا ترى ايه معنى الحروف دي؟ وليه اصلا بيستخدموا الحروف في نمر العربيات؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي. فلو انت اول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. مبدئيا نمر العربيات بتختلف برضو وعلى حسب الوانها. يعني مثلا الازرق الفاتح دي النمر الخاصة للعربيات الملاكي اللي انت بتشوفها في الشارع كتير. البرتقاني دي للعربيات الأجرة زي الميكروباص والتاكسي. النمر اللي لونها أحمر دي للعربيات النقل، وهتشوفها كتير على التريلات والعربيات النقل الجامبو والجرارات برضو. اللون البيج اللي قدامكوا دي لأتوبيسات السياحة والعربيات الليموزين. ركز بقى معايا، اللون الأخضر ده مش هتشوفه كتير قوي. أي عربية عليها نمر لونها أخضر بتبقى هي دبلوماسية، يعني تبع الرئاسة وكده، أو وزير مثلا، سفير. اللون الاصفر دي للعربيات غير مدفوعه الجمارك، اللي هي بتكون مثلا جايه من بره، من السعوديه، من دول الخليج. احنا قلنا في اول الحلقه ازرق فاتح. الازرق الغامق دي لعربيات الشرطه. والرصاصي والاسود دول تبع هيئه الاسعاف وعربيات تكريم الموتى. ركز معايا دلوقتي عشان هنقلبها حصه عربي. يلا معايا. سين اسكندريه، ميم منوفيه، عين غربيه، واو بني سويف، ه سوهاج، ر شرقية محافظة الشرقية يعني، ب محافظة البحيرة، د دقهلية، قاف اليوبية، لام كفر الشيخ، نون المنيا، ف الفيوم، ي اسيوط. في محافظات في مصر النمر بتاعتها بتكون متكونة من حرفين. زي ايه مثلا؟ زي مطروح جيم ه، وزي السويس ط س. الوادي الجديد جيم ب، وطه د دمياط، صاد ألف محافظة قنا، طه صاد الإسماعيلية، صاد قاف الأقصر، طه ألف شمال سينا، طه جيم جنوب سينا، وصاد واو أسوان، وطه ر محافظة البحر الأحمر. الحمد لله خلصنا من حصة العربي دي. طب بقى السؤال هنا، ليه أصلا النمر بالطريقة دي؟ زمان كانت بالطريقة دي، اللي هو ملاكي الغربية، ملاكي الإسماعيلية، وشوية أرقام تحتها. فدلوقتي الناس بقت بتجيب عربيات كتير، الأرقام ديت ممكن تكون متشابهة في حاجة، فعشان يحلوا أزمة التشابه دي خلوها بالأرقام والحروف. بحيث مثلا لو أنت النمر بتاعتك 13 14 ممكن تلاقي نمرة تانية 13 14 في محافظة تانية، بس الاختلاف في الحروف، عين بقى ر س حاجات زي دي. ده السبب اللي خلوا يعملوا النمر عشانه. بس دي كانت حلقة بتتكلم عن نمر العربيات. لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة او اشترك في القناة، وحساباتي تحت في الديسكريبشن تابعها، بننزل عليها محتوى مختلف. واحد دلوقتي هيقول لي ايه الطلاسم اللي انت قلتها في الفيديو ده؟ سلام.